السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفتنا ديال اليوم غادي نوجدو حرشة بخيزو كتجي رائعة شكلا ومذاقا، كيجي فيها واحد المذاق غزال وبنين بالنكهة ديال الجزر، كتجي رائعة. غادي نحضروها بمكونات بسيطة بطريقة سهلة. اولا كنحتاجو بيضتين يكونوا بحرارة المطبخ، غنحتاج كأس إلا ربع سكر سنيدة، وغنحتاج أيضا سكر فاني 7 غرام. يمكن لكم تضيفوا أي نكهة، قشور د الليمون أو قشور د الحامض. غنضيف واحد القبصة ديال الملح ونصف كأس ديال الزيت. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كتجانس وداك السكر كيدوب. وعندي الجزر او خيزو تقريبا واحد 3 الحبات اللي حكيتهم هكا في الحكاكه رقيقه، وكنضيفو وكنخلط مزيان. وفي الاخير غنضيف السميده. عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال السميده رقيقه، ما يعادل 4 الكؤوس. الكأس من فئة 100 غرام. غنضيف ايضا 2 ساشي ديال خميرة الحلوى 16 غرام، وغنخلط مزيان هاد المكونات. وكما كتشوفوا هنا الخليط كنحاول نجمعو غير برؤوس الاصابع بلا ما نعجنو مزيان. بالنسبه للقوام ديال الخليط، الا جاكم هكا ثقيل شويه كيف ما جاني، زيدوا واحد ربع كاس ديال الحليب. المهم الخليط ضروري خاص يكون خفيف باش هكا كتجينا الحرشه خفيفه ورطبه، ما تجيناش هكا مدقصه. وفي مقله ديال الحرشه غادي ندهنها بالزيت مزيان اولا الزبده. غنرشها بالسميده مزيان وغنكب داك الخليط ونحاول نكمل بهذا الشكل. كما كتشوفوا هنا وانا كنقرص هكا ديك الحرشه، غادي نبقى ندردر عليها من الفوق بالكوك او الجوز الهند. غادي هكا نكثروا منه حتى هو كيعطي واحد المذاق غزال، والشكل ديال الحرشه كيجي رائع. حاولوا هكا تكثروه وانتم كتقرصوا هكا في الحرشه. ومن بعد ما قديت الحرشه ديالي هكا بواحد المعلقه، كنقاد هذوك الجوانب وكنقاد السطح ديالها باش ما يبقاوش هكا الاطراس ديال الصباع.
صافي غادي هنا الفران راني شعلته يكون سخون. النار اللي تكون متوسطة غادي نشعل عليها من التحت حتى طيب، عاد غنشعل عليها من الفوق حتى غتاخد هكا هاد اللوين الغزال. كتجي الصراحة رائعة، الشكل ديالها كيجي رائع والمذاق تيجي بنين ولذيذ بالنكهة ديال خيزو، كتجي رائعة. هنا غنقطعها معكم باش تشوفوا السمك ديالها كي كيجي، كتجي الصراحة غزالة، كتجي خفيفة ورطبة وهشيشة، ما كتجيناش هكا مدقسة اولا قاصحة. وهذه هي وصفتنا ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. ما تنساوش تجربوها وتشاركوني الاراء ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على اللايك وشهية طيبة. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.